الشوط التاني بقى الزمالك اول ربع ساعة فيه كان برضو لسه المصري بيحاول ان هو يبدأ يساير الزمالك في الماتش. حصل حاجة غريبة قوي اول ربع ساعة، ودي لو رجعتوا الماتش هتشوفوها ان الفريقين بدنيا وقعوا. الفرقتين في كورتين ورا بعض كده او 3 كور ورا بعض، هتلاقي الفرقتين كانوا محتاجين واحد معلم في وسط الملعب، ان هو واحد يبقى عنده خبرة ان هو يوقف الكورة ويقف على الكورة ويهدي فرقته. ده ما حصلش ولا من المصري ولا من الزمالك، وكانتش اللعيبة قادرة تجري من الفرقتين. بس الزمالك عنده لعيب بيأكد ان السن مجرد رقم. هو عبد الله السعيد طبعا ده مش محتاج حد يتكلم عليه، غير ان هو انت كل اللي انت محتاج تعمله عشان عبد الله السعيد ده ان انت تجيب الاشبال يتفرجوا عليه، بس ما يعملوش اي حاجه تاني، او تحكي لهم عن عبد الله السعيد وهم اللي عايز ينجح هيبقى زيه يعني. آه، ورغم ذلك عبد الله برضو عنده مشكله في الطلوع بالكرة، ان في اوقات لما بيعمل ميس باص بتتقلب بهجمات خطيره جدا على الزمالك. والسنه دي عبد الله عنده مشكله في الحته دي، ان الكور اللي بتتقطع منه بتبقى سهله، في باصات سهله بتتقطع منه ممكن تترد عليك بجوان على طول. ولكن هو امبارح عامل ماتش يعني 90 دقيقه يعني ولا كلمه يعني. وناصر ماهر عمل ماتش برضه كويس جدا. كان بيتحرك في، يعني انا كنت شايفه اللاعب الحر اللي بيلعب في اي حته في الملعب، بتشوفه في نص الملعب، بتشوفه ناحيه الشمال، بيقلب ساعات ناحيه اليمين في العمق. ناصر عمل امبارح كذا كذا فرصه، يعني الجون الاولاني هو اللي صنعه، اللي عامل بينيه لعدي الدباغ في الشوط الاول وخلاه هو الجون. لا ناصر فارق كتير جدا، ضيع كورة برضو كانت ممكن تبقى جون في الشوط الأولاني. لا ناصر لما بيركز في الماتش، بس أنا أتمنى إن ناصر يفضل محافظ بقى على مستواه، يبقى جوه الكورة، وما يبقاش ماتش وتلاتة أربعة ما نشوفوش. لكن فرق كتير جدا مع الزمالك امبارح. الشوط التاني تسيد الزمالك الماتش بالكامل وعرف يلعب المصري، يعني اللعيبه بدات تهدى على الكوره، مش مستعجلين على حاجه. الجون التاني جه طبعا بزيرة، هو يعني الكوره جايه له من دونجا، عملها لعمر جابر، ربنا برضو كرم عمر بالجون اللي هو جابه، لان هو شغال على نفسه الفتره